السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبعين ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم مسمنات معمرين في الفران على شكل هلالات، كيجيو زوينين بزاف وكيجيو مقرمشين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من واحد اللايك وكومونتير زوين يشجعني وبارطاج القناه الى عجبكم الفيديو عجبكم المحتوى. ونبداو على بركه الله. بسم الله، غنبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال العجينه، هنا غادي نحتاج 400 غرام ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندي هنا 100 غرام ديال الدقيق الفينو. غنخلطهم هنا مع بعضياتهم وغندير واحد الحفره في الوسط. غادي نحتاج هنايا واحد بيض بيضه، هذا ماشي ضروري، غير انا باش ما يبقاش ضايع ليا قلت نديرو في العجينه. هنا غادي نحتاج الصفر غندهن به، وقلت داك البيض بلا ما نضيعو نديرو في العجينه. المهم ندير بيض بيضه، معلقه صغيره ديال الملحه، ندير هنايا واحد معلقه صغيره ديال السكر حبيبات. انا عندي خماره من وزن 8 غرام، انا هنا عندي الخميره ديال العبار. وغادي نحتاج معلقه كبيره ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل. صافي هنايا غادي نحتاج الماء عادي من الروبيني اللي غادي نجمع به العجينه. غادي نبدا نجمع العجينه ديالي شويه بشويه. بالنسبه لهاد العجينه ديال هاد المسمنات كتبغي تكون شويه رطبه، ماشي قاصحه بزاف وماشي رطبه عاوتاني حتى تلصق في اليدين. صافي هنايا غادي نبدا نجمع العجينه ديالي شويه بشويه حتى نجمع العجينه وغندلكها شويه. يعني بالنسبه لهاد العجينه هذه كتبغي تكون مدلوكه، غندلكها مزيان يعني واحد 5 دقائق وانا كندلكها حتى كتدلك ليا العجينه ديالي على هذا الشكل. صافي هنايا من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان، صافي هذا هو القوام اللي بغيت في العجينه. غادي ندهنها بواحد شويه زيت نباتيه صافي، وغنديرها في بلاستيكه ونخليها واحد الساعه ولا ساعه ونص على ما تبرد ليا الحشوه ونرجع ليها. هنا بالنسبه للحشوه غادي نحتاج 2 حبات ديال البصله قطعتهم مربعات اللي هي صغيره، وغادي نحتاج واحد الحبه ديال الخيزو حكيتها في الحكاكه رقيقه. هنا عندي 2 حبات ديال الفلفله، وحده حمراء وحده خضراء حتى هما قطعتهم مكعبات اللي صغيره. غنحتاج واحد شويه ديال الكفته، عندي هنا شويه قزبر ومعدنوس، عندي واحد الحبه ديال القرعه حكيتها في الحكاكه الغليظه. هنايا عندي هاد القرعه خضراء. صافي غنحل القرعه خضراء نخليها على جنب. هاد الزعتر حتى هو نخليه على جنب حتى الاخير. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال السكينجبير، هنايا نص معلقه صغيره ديال التوابل ديال الطاكوس، نص معلقه صغيره ديال القزبر مدقوق، عندي هنا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، ونص معلقه صغيره ديال الابزار. غادي نزيد التوابل ديالي على الحشوه. وهنايا بالنسبه للزيت غندير تقريبا واحد 4 المعالق ديال الزيت نباتيه اللي غادي نطيب بهم. صافي وغادي ندير المقله ديالي فوق البوطه. هنايا بالنسبه للبوطه غتكون العافيه شويه موسطه باش دوك الخضر ديالي ما كيطلقوش ليا الماء. صافي وغادي نبدا نحرك مزيان حتى كنخلط دوك التوابل مع الحشوه. صافي غنحاول نحركو مزيان على هذا الشكل هذا حتى كطيب ليا الحشوه ديالي. وبالنسبه للبوطه تكون شويه موسطه باش البصله والفلفله ما كيطلقوش الماء. دابا هنا من بعد ما نزلت ليا البصله والفلفله غادي نزيد عليهم ديك القرعه خضراء وغادي نحركها مزيان حتى طيب. صافي هنايا غادي نزيد من بعد ما طابت ليا الحشوه، صافي غادي نزيد عليها هنايا ديك معلقه كبيره ديال الزعتر حكيتها شويه بين يديا وزدتها على الحشوه، صراحه كتعطيها مذاق اللي هو زوين بزاف. صافي وغادي نطفي عليها البوطه نخلطها مزيان وغنطفي البوطه ونخليها تبرد. وغادي ندوز هنايا باش نقطع العجينه ديالي. صافي بالنسبه للعجينه هنا من بعد ما دازت عليها ساعه المكانه، صافي غادي نحيدها من البلاستيكه ونحطها فوق سطح العمل. هانتوما العجينه ديالنا كيفاش كتجي، صراحه كتجي زوينه بزاف. صافي دابا غادي نقطع العجينه ديالي الكويرات اللي هما صغار في الوزن ديال 60 غرام. صافي غنقطع هكايا حتى نقطع العجينه ديالي كامله. صافي وغادي نبدا نكور فيها ونديرها في شي بلاطو، دهنت البلاطو بالزيت نباتيه وكنكور وكنزل في البلاطو حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. صافي هنايا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله غادي نجي غندهنها بالزيت نباتيه وغادي نجيب واحد البلاستيكه ونغطيها. صافي هي من بعد ما طرخات صافي غادي ندوز باش نورق العجينه ديالي. غادي نحتاج للزيت نباتيه وغنحتاج للزبده، انا عندي 4 الزبده ذوبتها. صافي غادي نبدا نطلق العجينه ديالي غير بالزيت. هنا غندهن سطح العمل، غنبدا نطلق العجينه ديالي غير بالزيت على هذا الشكل هذا حتى كيبان ليا سطح العمل.
صافي كنورقها مزيان، يعني ملي كتورقوا المسمنه ديالكم مزيان هي باش كتعطيكم داك التوراق. صافي هنا كندهنوا بالزبده وغنطوي المسمنه ديالي على 4 ونحطها على جنب، ونجي بالمسمنه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه كنطلقها غير بالزيت النباتيه حتى كتطلق ليا ديك الكويره مزيان، يعني حتى كيبان ليا سطح العمل. هنايا غادي نرش الزبده مزيان وغنطويها على 4 وغنعاود نرش الزبده ونطوي المسمنه ديالي. صافي بنفس الطريقه غنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله على هذا الشكل هذا. ما كنورقوش بالزبده باش ما كتقطعش لينا العجينه مع دابا البرد، يعني الزبده كتجمد. صافي دابا هنايا من بعد ما طلقت ديك الكويره مزيان غندهنها بالزبده وغنطويها على 4 ونحطها على جنب. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله غطيتها ببلاستيك وخليتها ارتاحت واحد 5 دقائق. هي الحشوه ديالي بردات. هنا غنجيب واحد الجراره ديال البيتزا. صافي غادي نبدا نطلق ديك المسمنه الاولى على هذا الشكل هذا. كنحاول نرققها مزيان ماشي بزاف، يعني ترقوها بزاف هانتوما كما موضح في الفيديو، ودوك الجنيبات ضروري ترقوهم باش ما كيجيوش معجنين. صافي كنطلق العجينه ديالي على هذا الشكل وغنحط الحشوه هنايا في الوسط كما موضح في الفيديو. صافي دابا غادي نهز ديك الجراره ديال البيتزا وغندير شريطات على هذا الشكل هذا. صافي كنحاول نقطع دوك الشريطات على هذا الشكل بالجراره ديال البيتزا. دابا هنا غادي نغطي الحشوه ديالي بحال ما هكا، نحاولوا نغطيو الحشوه شويه بشويه. صافي وكندوروا ديك العجينه ديالنا وكتعطينا هذا الشكل هذا، وكنديروا على شكل هلالات. بغيتو تخليوها طويله خليوها وكتقسموها على جوج، بغيتو ديروا على شكل هلال كما درت لها انا ديروه. صافي غنجيب المسمنه الثانيه حتى هي بنفس الطريقه كنحاول نطلقها مزيان، ودوك الجنيبات كنعتمد على دوك الجنيبات ما يجيونيش غلاظ. صافي وكنقطعهم على هذا الشكل هذا وكنلون المسمنه ديالي وكنعطيها على شكل هلال. هنا بنفس الطريقه غنزيد معكم وحيده حتى هي غنحاول نطلق العجينه ديالي على هذا الشكل. ما كترقوهاش بزاف، يعني كتبقى شويه كتطلقوا المسمنه ديالكم هكا عادي. وكندير الحشوه صافي وكنقطع ديك الشريطات باش كيجيوني على هذا الشكل هذا. هنا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله كنجيب داك اصفر بيضه وكنزيد عليه قطرات ديال الصوجه وقطرات ديال الحليب وكنخلطهم مزيان. صافي هنايا غادي نبدا ندهن داك الوجه ديال المسمنات على هذا الشكل هذا، نحاول ندهنهم مزيان. صافي غنستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. وغادي نجيب هنايا عندي واحد الطبيصيل فيه البوافو وفيه الجنجله نخلطهم مع بعضياتهم. صافي هنايا غادي نبدا نرشهم على الوجه ديال المسمنات، وكنكون سخنت الفران من قبل، يعني كيكون عندي الفران سخون. صافي كنرش داك البوافو والجنجلان على الوجه ديال المسمنات ديالي على هذا الشكل هذا، وكندخلهم للفران الفوق حتى كيتشمعوا ليا، وكنقص شويه الفران ونخليهم يتورقوا على خاطرهم. صافي هنايا من بعد ما كنشوفهم تورقوا ليا كنهبطهم لتحت كيتحمروا. ملي كياخذوا ليا داك اللون ذهبي كنحيدهم. هذا هو الشكل النهائي ديال المسمنات اللي شاركت معكم اليوم على شكل هلالات. كيجيو على هذا الشكل هذا كيجيو زوينين بزاف وكيجيو مقرمشين. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كيفاش كيجيو مقرمشين صراحه كيجيو ما شاء الله. كيجيو التقرميشه ديالهم زوينه بزاف. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش من واحد اللايك وكومونتير زوين يشجعني، وبارطاج القناه الى عجبكم الفيديو ويعجبكم المحتوى. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.